اهلا بيكم في المحاضره رقم 40 من محاضرات الجيتار. طبعا دي اخر محاضره زي ما اتفقنا. كده خلصنا الكورس اللي هو بتاع البيجنرز. ان شاء الله انا ناوي اعمل كورس تاني يعني للادفانسد وكده، بس ده طبعا يعني قدامه شويه لان لسه هحضر له بقى شويه حاجات وحاجات تبقى مترتبه، لان طبعا يعني الادفانس ده هيبقى فيه تفاصيل كتيره، ازاي نتعمق اكتر في النوته، وازاي نعرف ارتام اكتر، وازاي نعرف الفرق بين السلالم، وازاي اعرف اشوف اغنيه اعرف دي في سلم ايه على طول. يعني موضوع كبير، فطبعا هناخد وقت شويه، هوقف طبعا المحاضرات شويه عبال ما تستفيدوا من الحاجات اللي خدناها قبل كده وتذاكروها براحتكم، وهي طبعا معاكم فور فري. يعني اللي انتوا عايزينه عيشوا حياتكم. في ناس كتيره سالتني على الارتام، قالوا لي انت يعني عايزين محاضره عن الارتام لوحدها. الارتام دي يا جماعه حاجه يعني مش صعبه، بس هي حاجه مجالها كبير جدا، لان الريتم لوحده يعني مش مجرد ان انا حافظ لي كام ريتم على الجيتار يبقى انا كده خلاص. يعني الارتام ديت بتتقسم لحاجات كتيره، يعني مثلا ارتام اللاتين لوحدها هتلاقي حاجه اسمها السامبا، وحاجه اسمها الرومبا، وحاجه اسمها الباسا نوفا، وحاجه اسمها التشاتشا، وحاجات كتيره قوي. قيس بقى على كل ده في الحاجات التانية. هتلاقي مثلا في الايه، في الروك في ارتام للروك، في الميتال هتلاقي مش عارف كذا، في حاجه اسمها الريف في الميتال اللي هي الحاجات اللي بتتعمل ديت. يعني اقصد ان الارتام دي كبيره جدا، موضوع كبير. ان شاء الله يعني في الحاجات الادفانسد اللي بعد كده هبقى اعمل برضو يعني محاضرات تفصيليه عن الارتام بجميع انواعها بقى، الارتام العالميه وحاجات زي كده. بس النهارده برضو هناخد شويه ارتام كده للناس عشان ايه يعني تنبسط بيها، والناس اللي قالت لي عايزين نجمع شويه ارتام مع بعض وكده. احنا اسهل رتم كنا خدناه اللي هو الرتم دوت، تهيألي ده سهل قوي. انا هعمل الرتم وهشرح لكم بيتعمل ازاي بسرعه. يبقى ده الرتم اللي احنا عملناه بيتعمل ازاي. نازله لتحت، مهم الصوابع على فكره، يعني نازله لتحت طالعه لفوق بالصباع ده ساكته، وبعدين اطلع بالصباع ده. يبقى انزل اطلع اسكت اطلع انزل اطلع اسكت اطلع. اهم حاجه نتمرن على الريتم بسرعته، يعني كذا سرعه ليه، يعني انزل اطلع اسكت اطلع انزل اطلع اسكت اطلع واسرع. يبقى ده ريتم. في ريتم تاني ده مشهور قوي بنسمعه في اغاني كتير جدا، ده اللي هو اللي شويه من ارتام الرومبا، يعني قريب للرومبا شويه. طيب ده بنعمله ازاي؟ اللي هو اهو 1 2 نزلتين، وبعدين اطلع اسكت اطلع. دي اسمها لوب او باترن، يعني ايه مره واحده بس اعملها وبعد كده اعيدها. يبقى ده تاني رتم خدناه اللي هو الاقرب للرومبا شويه، هو يعني يعتبر مش رومبا قوي لانه ما فيهوش التفاصيل بتاعت الرومبا. يبقى ده مهم قوي. في رتم تاني ده ما خدناهوش قبل كده خالص اسمه تانجو. تانجو دوت بيتعمل ازاي؟ ده سهل قوي، ده 1 2 3 4 تاتات. دي بقى ازاي؟ يعني انزل اطلع انزل، بس دي بقى بتبقى رقم واحد في الجديد، يعني 1 2 3 4 تاتات 2 3 4 2 3 4. ده سهل قوي. في بقى فاكرين الريسكيادو اللي خدناها دي مهمه قوي برضو. في ريتم اسمه شاتشا، ده مهم قوي. تشاتشا اهو، انزل ريسكيادو اطلع اسكت اطلع انزل اطلع. ما تحاولوش تحفظوا الارتام بالنزول والطلوع واقعد مركز كده ايه ده هو نزل ولا طلع، عادي. يعني اهم حاجه اعتمدوا على الودن. انا كنت بعمل كده، لان لما كنت بحفظ بالعد وانزل واطلع كنت بتلخبط على فكره. يبقى بصوا على ايدي بس. كنا قلنا عليها اللي هي دي مهمة قوي. طيب دي بتتعمل ازاي؟ هي 3 خطوات، انزل وبعدين انزل تاني وبعدين اطلع، بس ال3 خطوات دول في عدة واحدة، يعني 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ورا بعض بقى، واكرر ورا بعض بقى.
هتبقى حلوه قوي مع الارتام الرومبا والحاجات ديت. في رتم كمان ده يعني برضو من ارتام الرومبا. ازاي 1 2 1 2 يبقى بنزل اطلع انزل اطلع اسكت وبعدين اطلع انزل اطلع. زي ما اتفقنا الودن هنا اهم حاجه. ده اللي ناس كتير سالتني عليه الريتم دوت، قعدوا يقولوا لي احنا ازاي ما قلتولهمناش وكده. يبقى اهو انزل اطلع انزل اطلع، ابطأ شويه. اهم حاجه الصوابع. كفايه كده. يا رب تكونوا استفدتوا من الكورس. ذاكروا كتير، استغلوا انه من غير فلوس، دي حاجه كويسه. الناس كلها بتاخد فلوس من الناس. اتمنى ان انتوا تكونوا انبسطتوا واستفدتوا، وان شاء الله انا بحضر لحاجه جديده هتكون يعني كويسه وقويه. استفيدوا على قد ما تقدروا وربنا يوفقكم. باي باي.